السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين والجمال ومساء الراحة اللي مش بتيجي إلا آخر كل أسبوع. طبعا إحنا كلنا سبت حد اتنين تلات أربع بنكون مطحونين في الشغل، وبيكون عندنا مهام كتير، وبيكون عندنا أوامر كتير وتاسكات كتير بننجزها وبنكون مضغوطين. وبرضه الخميس بيكون عندنا شغل، بس الخميس ده كده بيكون ليه استثناء. الخميس بالاخص من الساعه 4 او الساعه 5 العصر كلنا بنكون خلاص انهينا اسبوع عمل شاق جدا. طبعا الحمد لله على اللي احنا عندنا عمل يعني. بس يوم الخميس ده بالاخص بقى بيكون ليه فرحه كده معينه، ان تاني يوم هو يوم الجمعه. فاحنا بنكون عندنا حاجات كتير قوي بنعملها يوم الخميس، بنتجمع بنسهر. اهلا وسهلا في اولى حلقاتكم في برنامجكم الجديد الا وهو كنبه الجمعه. النهارده احنا عندنا موضوع مهم جدا 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 جدا، مفيش حد ما لمسوش، وهو اللمه بتاعت يوم الجمعه. احنا كان عندنا زمان لمه يوم الجمعه دي ليها كده عادات وتقاليد معينه، زي مثلا ايه؟ من اول ما بنصحى من النوم الصبح وبنشغل الراديو بتاعنا وبيشتغل قران يوم الجمعه بصوت سيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، او بصوت الحصري، او بصوت رفعت، مشايخنا دوله التلاوه، المشايخ الجميله بتاعتنا دي كلها. ونولع البخور وبنبدا نتجمع، بنبدا نفطر كلنا مع بعض. الفطار المجمع بتاعنا بقى الفول والطعميه والبتنجان المقلي والبطاطس المقليه والبيض المقلي والحاجات الجميله قوي دي، والشطه بقى والفلفل والحاجات الحلوه قوي دي. بنبدا نتجمع كلنا مع بعض ونبدا نفطر الفطار ده. بعدها اللي احنا بنخش بقى بناخد الدش الجميل بتاعنا، بنلبس العبايه البيضاء ونبدا بقى اللي احنا نجهز نعمل سنن يوم الجمعه، نقرا سوره الكهف، نبدا ننزل الجامع بدري، نروح المسجد بتاعنا بدري، ونبدا نسمع برضه قران يوم الجمعه في المسجد، ونبدا نسبح ونستغفر ونصلي على النبي كتير، ونبدا نحضر الخطبه من اولها. بعدين ترجع بقى نتجمع برضه نفس الاسره الجميله السعيده، نقعد نتكلم مع بعض، نقعد نهزر، نشرب شاي، نشرب شاي بالنعناع، نشرب ينسون، نشرب قهوه. كل واحد كان بيبقى ليه مشروبه المفضل. بنبدا نتجمع تاني على الغدا، نبدا نتغدى كلنا سوا، ونبدا بقى احنا واحنا صغيرين كده بقى بعد ايه ساعه العصاري دي كده بقى نبدا ننزل نلعب الماتش اللي هو بتاع بعد العصر ده على طول. نبدا نلعب كوره، نبدا نلعب في الشارع، نبدا نروح، نبدا نيجي، نبدا الكلام ده. كان في وقتها ما كانش فيه تليفون. دلوقتي مفتقدين جدا لمة يوم الجمعة دي بجد. بنتجمع يوم الجمعة صحيح، بس ممكن ما نفطرش مع بعض، ممكن نفطر بعد صلاة الجمعة. ما عادش فيه الروح بتاعت زمان. كمان ممكن نبقى كلنا متجمعين مع بعض يوم الجمعة ده، بس كل واحد فينا في حاله ماسك التليفون. احنا متجمعين صحيح كأجساد، بس الأرواح بتاعتنا مش موجودة. كل واحد مشغول في دنيته، كل واحد ماسك تليفونه، اللي عمال بيألف فريندز معين، اللي عمال الناس بالاخص الناس اللي هم اهالينا الكبار دول، تيجي تفتح تقعد على الفيس وتقوم جايه شايفه بطسطايه مكتوب عليها كلمه الله، تقول لك يا سبحان الله، شوف دي لازم ندوس لايك ونكتب الكومنت الجميل عشان ما نخشش جهنم، صح كده؟ حته لحم مكتوب عليها الله، مش ممكن ما تاكلهاش كمان، ممكن تفضل الدبانه الرخمه دي ممكن ما تاكلهاش، ممكن تفضل عينها كده يعني ايه، عامله لها برواز كده مثلا، تقول لك حرام لو كلناها، هيبقى حرام علينا جامد يعني. وممكن الناس الاخص بقى يعني بالنسبه للرجاله الكبار تبدا بقى تالف في الريلز، وتبدا تشوف اللي هم بتوع الهنود وهم بيعملوا الاكل. ممكن مثلا يجي يقلب كده في الريلز ولا حاجه، فيلاقي واحد ماسك شنيور عمال يحفر مش عارف ايه في حاجات غريبه ويحط سمك كده. وكل واحد بقى ملهي في حته الحديده اللي في ايده، ولا اكننا مسافرين. صحيح التكنولوجيا والتليفونات دي قربت البعيد، وفي نفس الوقت بعدت القريب. يعني ما عادش فيه روح في اللمه بتاعتنا، وكل واحد ماسك تليفونه وعمال اكنك مش موجود بالظبط. فمن هنا بقينا بنضيع روح جميله جدا كانت بتبقى موجوده في لمتنا. حتى اليوم اللي بنتجمع فيه اصبح دلوقتي ما عادش فيه الروح اللي هي بتاعت زمان. زمان كان ممكن مثلا نكته لو اتقالت دلوقتي مش هتضحك، بس زمان كانت بتضحك بجد، وكانت بتضحك من القلب. زمان ممكن كلمه لو اتقالت دلوقتي ممكن ما نفهمش معناها، بس زمان كانت بتقرب الناس ببعض. عايزين على قد ما نقدر ولو يوم واحد بس نسيب تليفوننا على جنب، لو يوم الجمعه ده بالاخص نرجع الذكريات الجميله اللي كانت بتحصل زمان والعادات الحلوه اللي كانت بتحصل زمان دي. لو ليوم واحد بس نسيب التكنولوجيا والتليفون والكلام ده كله، ونبدا نرجع تاني القصص بتاعت زمان ونبدا نحكي مع بعض.
حتى لو كل واحد بس حكى اللي كان حصل له في يومه، قبل يوم واحد من الاسبوع عدى في شغله او في حياته او كانت في دراسته او نسيان كانت ايه، يحكي موقف ويتكلم عنه وي 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 هنبدا نرجع تاني العلاقات ترتبط ببعض. صحيح التليفون ده هو نعمه من ربنا، وان التكنولوجيا كويسه جدا، بس اللي يستخدمها صح. هو حاجه جميله جدا للي يستخدمها صح، وفي نفس الوقت هي حاجه وحشه جدا للي بيستخدمها غلط. عايزين نرجع تاني ذكريات زمان، ونرجع تاني ذكريات يوم الجمعه. قبل ما اقفل معاك الحلقه الاولى، هو هنسيب لك هنا فزوره إيه صغيره كده، جميل، إيه انت هتحلها وتكتب لنا حلها في الكومنتس، اول كومنت هشوفه هيكون اجابته صح هنزله وهنشكره. طبعا الناس كلها مشكوره اللي هتشارك معانا في الكومنتس وهتكتب حل الفزوره، بس هو اول واحد هيكتب هنذكر اسمه وهنحييه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه في برنامجكم كنبه الجمعه. وفي الختام اشوفكم على خير ان شاء الله الجمعه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.